في زمن أصبح فيه الوحش لا يعيش في الغابات بل يتجول بين البيوت ويبتسم في وجوه الأطفال. كانت مروة بوغاشيش مجرد طفلة بريئة حالمة صغيرة، ولا تدري أن العالم يمكن أن يكون بهذا السواد. هذه ليست قصة من الخيال وليست مشهدا من فيلم رعب، هذه قصة حقيقية حدثت في قسنطينة في قلب الجزائر، والمؤسف أنها لم تنتهي بعد. كان صباحا عاديا، الهواء عليل والطيور تغرد والأمهات يوقظن أبناءهن للمدرسة. من بين أولئك الأطفال كانت مروة، طفلة في عمر الزهور 13 سنة فقط، تحمل محفظتها على ظهرها وترتدي ثوبها المدرسي الوردي. لم تكن تعلم أن ذلك اليوم سيكون آخر يوم في حياتها. كانت تستعد لاجتياز آخر امتحان في الطور المتوسط، تحلم مثل باقي الأطفال بالعطلة، بالبحر، بالألعاب، وربما بجائزة من والديها على اجتهادها. لكنها لم تصل ولا أحد عاد رآها. بدأت العائلة تقلق، ساعات تمر ثم تصبح يوم يتحول إلى 2 ثم أسبوع كامل. أين هي مروة؟ لم تتصل، لم تظهر، لم يشاهدها أحد، لا شهود، لا كاميرات مراقبة، لا صوت، لا صراخ، لا دليل. صفحات الفيسبوك تمتلئ بصورتها: ساعدونا نلقاو مروة، وين راهي الطفلة مروة؟ 13 سنة وضاعت من دارهم وما رجعتش. القلق تحول إلى قضية رأي عام، ولأول مرة منذ سنوات اجتمع الجزائريون على قلب واحد، من وهران إلى عنابة، من العاصمة إلى تمنراست. الكل يبحث، الكل يدعو، الكل يتمنى، لكن لا أحد كان مستعدا للكارثة. 30 جوان 2025، جبل الوحش. أعلنت الجهات الرسمية أنه تم العثور على بقايا بشرية في منطقة جبل الوحش، غابة نائية وعرة مخيفة حتى في وضح النهار. التحاليل الجينية كشفت الحقيقة القاسية: الجثة تعود لمروة بوغاشيش، لكن ما لم يكشفه التحليل هو الطريقة التي ماتت بها. تفاصيل تقشعر لها الأبدان. صفحة الجزائر باتريوت التي يتابعها أكثر من 1,000,000 شخص نشرت رواية مرعبة، قالت إنها حصلت عليها من مصادر موثوقة. الجاني لم يكن مجهولا بل يعرف مروة. كانت هناك عداوة شخصية مع عائلتها. استدرجت مروة من طرف فتاة هي أخت الجاني إلى منزل مهجور مقابل منزلهم. تم تقييدها، تجويعها، وربط فمها حتى لا تصرخ. ثم جاء عيد الأضحى. الجاني استغل المناسبة لشراء منشار وساطور وأكياس حتى يظن الجيران أنها أدوات ذبح كبش، بينما الحقيقة كانت أفظع. في لحظة قاتمة قام بقطع رأسها ثم أطرافها ووضعها في أكياس بلاستيكية، ثم غطاها بنفايات حديد ومخلفات بناء ليخفيها وسط فوضى ما يرمى بعد الذبح. هل انتهت الجريمة هنا؟ لا. حسب نفس الصفحة كان الجاني يخطط لاختطاف ضحية ثانية، لكن الشرطة كانت قد بدأت تراقبه وتم توقيفه قبل تنفيذ جريمته التالية. لكن ولغاية اللحظة كل هذه الرواية لم يتم تأكيدها من طرف النيابة أو الأمن الوطني. لا بيان رسمي، لا مؤتمر صحفي، لا أسماء، لا صور. الجمهور ينتظر، يضغط، يسأل، لكن الجرح مفتوح ولا دواء يسكنه سوى الحقيقة. ردود الفعل في الجزائر: الجزائريون في صدمة جماعية. مواقع التواصل انفجرت غضبا وحزنا. آلاف الأصوات تطالب بالقصاص. البعض يطالب بعودة عقوبة الإعدام في الجزائر، خصوصا في جرائم القتل العمدي ضد الأطفال. لكن في المقابل ظهرت تساؤلات أخطر: هل يكفي الغضب؟ هل يكفي أن نبكي ثم ننسى؟ ماذا عن الوقاية؟ لماذا لا توجد كاميرات في الأحياء الشعبية؟ لماذا لا يتم تدريس الأطفال وسائل الحماية الذاتية؟ لماذا لا يتحرك المجتمع حين يرى سلوكا مشبوها في الحي؟ لماذا نسكت حين نسمع صراخ طفل أو بكاء فتاة في الطابق المجاور؟ ما وراء الجريمة جريمة مروة لم تكن فقط جريمة قتل، كانت جريمة مجتمعية شارك فيها الجاني بفعلته، والمجتمع بصمته، والنظام بإهماله، والعالم الذي نسي القيم. كانت مروة تملك حلما بسيطا، لكنها دفعت ثمن البراءة بثمن لا يطاق. اليوم مروة أصبحت رمزا للبراءة المغدورة، رمزا للطفولة غير المحمية، رمزا للجرائم التي لا يجب أن تمر مرور الكرام. يا مروة، لم نكن نعرفك، لكنك دخلت قلوبنا بلا استئذان. ضحكتك التي لم نرها صرختنا اليوم، وقصتك ليست فقط قصة موت بل بداية لصحوة. نطالب الدولة الجزائرية بالكشف عن كل تفاصيل الجريمة، بتقديم الجناة للعدالة، بتشديد قوانين حماية القُصّر، وبأن لا تموت هذه القضية في صمت كغيرها. ختاماً، هذه ليست مجرد قصة مأساوية بل مرآة مكسورة لواقع هش يحتاج إلى إصلاح شامل. إذا كنت أباً
راقب أطفالك أكثر. إذا كنت جاراً، كن العين الساهرة لا الصامتة. وإذا كنت مسؤولاً، فاعلم أن حياة الأبرياء أمانة في عنقك. رحمك الله يا مروى بوغشيش، وجعل مثواك الجنة، وأسكنك عند الأنبياء والصديقين، وجعل من دمك الطاهر نوراً يحرق الظلام. ما الذي نعيشه؟ مجتمعات أصبحت مخيفة حتى لأبنائها. ما حدث لمروى بوغشيش لم يكن مجرد جريمة قتل، بل كان صدمة للمنظومة الاجتماعية الجزائرية بأكملها. حين تقتل طفلة وسط حي سكني، حين تستدرج من طرف جيران، حين يقطع جسدها وترمى مثل النفايات، فالأمر يتجاوز القتل العمد. نحن أمام انحدار أخلاقي وانهيار لقيم الجوار، وانفلات رهيب في الردع الاجتماعي. أين كنا جميعاً؟ أين كانت المدرسة؟ أين كان الجار؟ أين كانت كاميرات المراقبة؟ أين كانت صرختها؟ الأخطر من القتل هو أن الجميع رأى شيئاً ولم يسأل، سمع شيئاً ولم يبلغ، لاحظ شيئاً ولم يتدخل، وكأننا فقدنا القدرة على حماية أبنائنا، بل وكأننا تعايشنا مع العنف حتى أصبح غير مرئي. لغاية اليوم لم تصدر النيابة العامة أي بيان رسمي يوضح ما حدث، لم تنشر صور المشتبه بهم، لم نعرف عدد المتورطين الحقيقيين، لم نرى مؤتمراً صحفياً. كيف نمنع جريمة جديدة ونحن لا نعرف تفاصيل القديمة؟ على خلفية هذه الفاجعة تصاعدت الأصوات الغاضبة والمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم اغتصاب وقتل الأطفال، تركيب كاميرات مراقبة في كل أحياء الجزائر خاصة الشعبية، وضع سجل وطني للمنحرفين والمجرمين يمنعهم من الاختلاط بالأطفال، إطلاق برنامج تربوي مدرسي لحماية الطفل يتضمن تعليمه كيفية التصرف في حالات الخطر، توفير مرافقة نفسية لأطفال الأحياء التي تعرف جرائم مشابهة. الكل ينتظر، لكن المجتمع لا يستطيع أن ينتظر أكثر، لأن هناك مروة أخرى ربما الآن تستدرج إلى نفس المصير. قضية مروة ليست قضية فردية، هي درس مخيف عن هشاشة الثقة الاجتماعية، ضرورة التحرك السريع عند أول إنذار، أهمية تعليم الأطفال كيف يحمون أنفسهم، وأن الصمت لا يحمي أحداً. ولذلك نقول وبكل وضوح: مروة، أنت لست مجرد ضحية، أنت الآن صوت كل الأطفال الذين يخافون أن يقولوا أنا في خطر. أنت صرخة ضد كل متحرش، ضد كل وحش، ضد كل قاتل يبتسم في النهار ويتحول إلى ظلام في الليل. أنت سؤال لا نعرف كيف نجيبه أمام ضميرنا، ولا كيف نشرحه لأطفالنا. بابا، علاه مروة ماتت، علاه ما خلوهاش تعيش. كيف نجيب؟ كيف نقنعهم أن هناك خيراً إن لم نحاسب الشر؟ هذه الجريمة ليست رقماً في تقرير، مروى بوغشيش ليست ملفاً في درج مغلق. يا مروى، كنت تحلمين بالعطلة، بالبحر، بلعبة جديدة، لكنك نمت للأبد. نامت معك ضحكتك وحلمك، لكننا لن نسمح أن ينام صوتك. سنروي قصتك 1 و200 مرة حتى لا تنسى، حتى لا تقتل براءتك مرة أخرى، حتى لا يصمت هذا الوطن حين يذبح أطفاله. مروى، أنت شهيدة البراءة، ونعدك أن دمك لن يضيع